بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هيبقى شابتر 3 بارت 2. هيبقى آخر جزء في شابتر 3 إن شاء الله. هنتكلم النهاردة عن حاجتين، حاجة اسمها السبيلنج كوريكشن وحاجة اسمها الساوندكس. أول حاجة نبدأ كده السبيلنج كوريكشن. من معنى الكلمة سبيل كوريكشن، إن أنت مثلا لما تيجي تدخل كلمة تدخلها غلط. يعني مثلا كلمة دوج، بدل مثلا ما أنت تدخل كلمة دوج تدخل مثلا دي يو اف مثلا. فالسيستم وقتها هيعمل ايه مع الكلمه دي؟ او مثلا كلمه كاروت مثلا، بدل ما تدخل 2 ار تدخل ار واحده، فالسيستم وقتها هيعمل ايه؟ فهو اول حاجه بيقول لك ان السبيلنج كوركشن دي او السبيل كوركشن، بيقول لك ان هي بيبقى عندها استخدامين. اول استخدام ان هو بيعمل كوركت للدوكيومنت اللي هو بيحصل له اندكس. يعني ايه؟ يعني انت الدوكيومنت قبل ما تحطها في السيستم انت بتعمل لها كوركت، تمام. تاني حاجه بتعمل كوركت الكويري اللي اليوزر بيدخلها، لازم تعمل لها كوركت. يعني لازم تكون الكويري ديت صح عشان تعمل ريتريف لرايت انسر، يعني عشان يطلع لك انسر صح، تمام. يبقى السبيل كوريكشن استخداماته حاجتين. اول حاجه بتعمل كوريكت للدوكيومنت اللي عندك اللي هي هيحصل عليها اندكسنج، مرحله الاندكسنج. تاني حاجه بتعمل كوريكت لليوزر الكويري اللي اليوزر هيدخلها. فقال لك ان هي بتبقى تو مين فورمز، يعني بتبقى ليها شكلين. اول حاجه الايزوليتد وورد. بص، الايزوليتد وورد اللي هي الكلمه لوحدها. يعني مثلا انت بتروح تبص على الكلمه لوحدها. يعني مثلا هو مديك مثال هنا اهو. على سبيل المثال مثلا انا بكتب مثلا كلمه، فبدل ما اكتب فورم كتبت فروم. فطبعا الاتنين هتحس ان الكلمتين قريبين من بعض جدا، ولكن في اختلاف هنا ما بين الار والاو، وهنا الاو والاو. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت بتعمل تشيك على كل وورد في الميس سبيلنج اللي هو اللي انت عامل سبيلنج غلط. بس قال لك ان هي will not catch type result، ان هي مش هتكشف الاخطاء اللي شكلها صح. يعني مثلا هي مثلا مش هتقدر تكتشف ان الاتنين دول مختلفين. فقال لك ان الايزوليت وورد دي هنبدا نتكلم عنها دلوقتي. تاني طريقه او تاني فورم قال لك حاجه اسمها الكونتكست سنسيتيف او الفريز تشيك، اللي انت بتشتغل بقى على الجمله كلها. بتشوف الحاجات اللي جنب الكلمه. يعني مثلا بدل ما اشتغل على الكلمه دي لوحدها، لا انا مثلا الجمله كلها اهي. فانا هشوف اي فلو، ده هنا المفروض دي تبقى دي تبقى ايه؟ دي تبقى فروم مش فورم، تمام. فانت دي الطريقتين، الطريقه اللي هي الايزوليتد وورد والطريقه اللي هي تشتغل على الجمله كلها، تمام. فهو بيقول لك الدوكيومنت كوركشن اللي انت محتاج في حاجه اسمها الاو سي ار دوت. ان هو مثلا لو انت رفعت له الصور زي اكنه بيعمل لك سكان يعني، تمام. فهو مثلا بيحول لك النص اللي في الصوره، بيحول لك الصوره لنص، تمام. فهو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو ممكن يغلط. يعني ممكن مثلا يشوف الار ان يشوفهم ام مثلا. يعني مثلا شوف كلمه مودرن مثلا، شايف كلمه مودرن اخر حرفين ار ان. فهو بيقول لك ان الاو سي ار دوت او السكانر دوت ممكن هو يحولها لك كلمه مودرن. ليه؟ لان هو ممكن يشبك لك الاثنين دول ببعض ويشوفها ام، تمام. يعمل كده يشوفها ام. فهو اول حاجه بيقول لك ايه؟ ان هو ممكن يشوف الار ان يشوفها ام. وبرده ممكن ايه؟ لو انت عندك كلمة فيها حرف الاو وكلمة فيها حرف الدي، فهو برضه ممكن يعمل له كونفيوز. يعني مثلا كلمة دوج مثلا، فهو مثلا بدل ما يشوف الدي يروح كاتبها لك او مثلا، او كاتبها لك زيرو. فهو بس برضه بيلخبط لك ما بين الكلمات. فقال لك ان التارجت بتاعك او التارجت بتاعنا ان الديكشنري يبقى فيه اقل من سبيلنج، يبقى فيه اقل اخطاء، تمام. بس احنا مش بنعدل الدوكيومنت نفسه، لا ده احنا عاوزين نعمل فيكس على الكويري اللي اليوزر هيدخلها، او اللي هو الكويري اللي الدوكيومنت هيعمل عليها مابي، تمام. فهنا برضو نفس الكلام. بيقول لك مثلا لو انت دخلت كلمه كاروت مثلا، هي المفروض تبقى دبل ار. فهنا برضو نفس الكلام. فانت مثلا المفروض تطلع له، يعني انت مثلا لو دخلت كده على جوجل وكتبت مثلا CAROT، فهيقول لك did you mean ويجيب لك اللي هي باتنين ار. او مثلا لو كتبت اي كلمه غلط يروح جايب لك الكلمه اللي انت قصدك عليها، تمام، اللي هي الكلمه الصح يعني. فهو بيقول لك ان الكلمات دي بتيجي منين اصلا. يعني مثلا ايزوليتد وورد دي لما انت تيجي تصحح الكلمات هو بيروح يجيبها منين؟ بيقول لك بيجيبها من حاجه اسمها الليكسيكيو دوت اللي هو القاموس. فقال لك انت عندك اتنين بيزك تشويس، يا اما ستاندرد يا اما اللي هو بيبقى قاموس خاص بالمجال مثلا. كل مجال بيبقى ليه قاموس خاص بيه. او الليكسيكيو في الاندكس كوربس، يعني الكلمات بتاعت الداتا نفسها. يعني مثلا الكورابس دي اللي كنا اتكلمنا عنها في اول محاضره خالص، اللي هو بتاع الكبير اللي بيبقى فيه دوكيومنت كتير، تمام. فهو قايل لك كل الكلمات اللي في الويب فبيتعمل لها قاموس خاص بيه، او ستاندرد يكون ستاندرد، تمام. ده كله يعني اللي في الاول ده كله كلام نظري كده. احنا هنشوف الحاجات المهمه دلوقتي. نبدا بقى من اول هنا بقى المهم. بيقول لك انت مثلا دخلت مثلا كلمه كاروت دي،
فهو بيقول لك ايه، بيقول لك ان الكلمات اللي في الاكسكيو ديت او الكلوزست يعني الكلمه تكون قريبه منها، فهي هتكون قريبه ازاي؟ من الحروف مثلا. يعني مثلا دي شايف ان هي قريبه من الاثنين ار دي، او مثلا من دي. ليه؟ لانه هو بدل لك السي بالتي، يا اما دي يا اما دي. فهو بيبدا يشوف بقى ده انا كان قصدي ان الكلمه الاولانيه دي، انا مش قصدي دي، لا انا قصدي الكلمه الاولانيه دي. فقال لك انت ازاي اصلا هتعمل كده؟ يعني ازاي انت لو اليوزر دخل حاجه زي كده، ازاي هتقول له ده انت كان قصدك دي مش قصدك دي، فانا هطلع لك دي ودي تبقى الكلمه الصح. فقال لك احنا هنشتغل على 3 طرق. اول طريقه اسمها الايديت ديستانس. تاني طريقه وهي يعني ممكن نقول ان هي ادفانسد شويه عن الايديت ديستانس، وهي اسمها ويتد ايديت ديستانس. تالت طريقه اسمها الان جرام اوفرلاب، وهي اكنها ايه، اكنها بتحل مشاكل الطريقتين اللي قبلها. يعني الطريقه اللي هي الويتد دي بتحل مشاكل الطريقه اللي قبلها، وطريقه الان جرام دي بتحل مشاكل الطريقه اللي قبلها. فنبدا نشوف كل طريقه دلوقتي. اول حاجه الايديت ديستانس. ايديت ديستانس كنا اتكلمنا في فيديو تقريبا نص ساعة على على الايديت ديستانس، واتكلمت عنها بس هعيدها دلوقتي تاني. احنا اول حاجة، لو انت مثلا مديك 2 سترينج تمام، فكنا اتفقنا وقتها ان الايديت ديستانس بيشتغل على حاجة اسمها المينيمم نمبر اوف اوبريشن. ايه الكلام ده بقى؟ بيقول لك اللي انت بيبقى عندك 3 اوبريشن اساسيين، يا اما تعمل انسيرت واحفظهم بالشكل اللي انا هرسمهم بيه دلوقتي. بيقول لك انت بيبقى عندك 3 اوبريشن اساسيين تمام، يا اما تعمل انسيرت، والانسيرت بيبقى مكانها هنا تمام، وهعرفك دلوقتي مكانها هنا ليه. يا اما بتعمل ريموف او ديليت تمام، اللي هي بتبقى هنا. يا اما بتعمل ريبليس تمام. وبتاخد ايه بقى؟ بتاخد المينيمايز، بتاخد اقل حاجه، بتاخد المينيمم تمام. يبقى تاني، يبقى الايديت ديستانس دوت بيشتغل على 3 اوبريشن. احنا بنشتغل كل شغلنا على اوبريشن تمام. يا اما اعمل انسيرت، يا اما اعمل ريموف، يا اما اعمل ريبليس. واحفظ الشكل ده. يعني شايف الماتريكس اللي انا عاملها دي؟ احفظ الشكل ده. هنا ريبليس اهوت، وهنا ريموف، وهنا انسيرت، وهنا باخد المينيمم تمام. وهنعرف دي تفسيرها ايه دلوقتي. على سبيل المثال، مثلا كلمه دي او اف مثلا، انا كيوزر مثلا دخلت على جوجل دي او اف، فهو ايه العمليات اللي يعملها لي؟ او مثلا هو هيشتغل دلوقتي ايديت ديستانس، فايه الطريقه اللي ممكن يعملها لي؟ فالطريقه اللي هو ممكن يعملها لي هيعمل ايه؟ هيعمل ريبليس للاف، يبدلها بجي. يبقى كده هو عمل ايه؟ عمل 1 اوبريشن. يبقى عمل 1 اوبريشن اللي هي ايه؟ عمل ريبليس. طب مثلا هنا كات واكت تمام، فهو هنا عمل ايه؟ عمل عمليتين اللي هما ايه؟ عمل ريبليس سي بالاي، وريبليس الاي بالسي. طب هتقول لي ان في كلمه ترانسبوزيشن هنا انت ما جيتش جنبها. بص، ترانسبوزيشن هي مش معانا. ترانسبوزيشن معناها اللي انت مثلا زي المثال ده، يعني مثلا عندك سي اي تخليها اي سي، ولكن الترانسبوزيشن مش معانا، مش من ضمن العمليات. احنا ال3 عمليات الاساسيين بتوعنا اللي هم الانسيرت، الديليت، الريبليس. فهنا لو انا عايز احول من كات لاكت، فانا هعمل عمليتين اللي هم ايه؟ اللي انا هعمل ريبليس لحرف السي بحرف الاي، وريبليس حرف الاي بحرف السي، يبقى خلاص كده. طب لو مثلا لو كات ودوج، فهعمل 3 عمليات اللي هم ايه؟ اللي هعمل ريبليس لحرف السي بالدي، وريبليس. بص، ريبليس يعني بشيل حرف وبحط حرف، يبقى انا هشيل حرف السي واحط حرف الدي. طب الايه؟ هشيل حرف الايه واحط حرف الاو. طب التي هشيل حرف التي واحط حرف الجي تمام. فهنا مثلا مديك مثلا، بيقول لك الاس واحد. بص اعرفوا ان الاس واحد ده بيبقى السورس تمام. الاس اتنين ده بيبقى التارجت بتاعك تمام، وهنعرفها دلوقتي بالتفصيل. اس واحد يعني مثلا بي او يو واي، وهنا اس اتنين بي او واي. طب انت ايه رايك ان إيه اللي انا اعمله بالايديت ديستانس؟ عشان كده كده احنا عارفين ان دي لازم تطلع كلمه بوي اللي هي بي او واي. فايه الحل اللي انا اعمله؟ اللي انا عشان احول من اس واحد لاس اتنين، اتفقنا ان اس واحد ده بيبقى السورس، واس اتنين ده التارجت. فقال لك ان انت هتعمل ايه؟ تروح حذف اليو دي. فهتعمل ايه؟ هتطبق اللي هي الديليت دي. فهو قال لك ان احنا هتعمل ديليت لحرف اليو. طب لو مثلا لو اس واحد بجي يو ان، واس اتنين بجي يو واي، فهو هنا بص بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك انا عندي حلين. الحل الاولاني اللي انا اعمل ايه؟ هعمل ديليت لحرف الان، واروح اعمل انسيرت لحرف الواي. كده انا عملت بايه؟ عملت 2 اوبريشن. الحل التاني اللي انا اعمل ريبليس على طول، ابدل الان بالواي. كده انا عملت 1 اوبريشن. ولكن انا متفق معاك فوق ان الايديت ديستانس بيشتغل على المينيمم نمبر اوف اوبريشن. يبقى انا عايز اشتغل على اقل عدد من الاوبريشن، يبقى انا هاخد طبعا دي اللي انا اعمل ايه؟ هعمل ريبليس الان بالواي تمام. هو هنا بيقول لك ان في الجوريزم الايديت ديستانس، وهنفهم ده دلوقتي. بس عاوز بس قبل ما اقوله، احنا في فيديو معمول نص ساعه تقريبا، يعني نص ساعه تقريبا، كنت شرحت فيه من السلايد دي والسلايد دي تمام، وشرحت التيبل ده اللي هو كان فيه الجزئيه دي تمام، لو فاكرين يعني.
تمام. وشرحت التيبل ازاي بيتبني من الاول، فانا مش هعيدها تاني عشان ما تاخدش وقت كبير، عشان الفيديو ما يطولش يعني. فممكن ترجع تسمع الفيديو وتكمل ده عادي. فكنا شرحنا فيها بالتفصيل كل حاجه، وكل حاجه موجوده هنا. ولكن بقى النهارده انا هشرح اللي ما اتشرحش، يعني اللي ما اتشرحش خالص هبدا اشرحه، اللي هو ايه؟ اللي هو كان الالجوريزم ده والتيبل ده. تعالى بقى نبدا نفسر الشكل دوت. تمام. ده اتفقنا ان دوت موجود، الحاجات دي كلها كان كلمة جي يو ان وكلمة جي يو واي. وبرضه شرحنا التاسك اللي هو كان باريس واليس، شرحناه بالطريقة اللي هي الأولانية. بص أنت عندك طريقتين، يا إما طريقة تكتب مثلا، شايف أنت كاتب، هو كاتب حرف وعامل شوية أسهم، هنعرف دلوقتي إن الأسهم دي ممكن تفيدني إيه هنا. تمام. لكن هنا هتلاقي عامل لك مثلا، عامل لك هنا كده وحاطط لك الأربع قيم. تمام. فتعالى بقى نبدأ نشوف الطريقة اللي إحنا ما شرحناهاش، أو الألجوريزم اللي هو اللي إحنا ما شرحناهوش. بيقول لك الألجوريزم ده الألجوريزم بتاع الإيديت ديستانس. تعال نفهم كده. أول حاجة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بص، اول حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك edit distance اسم الالجوريزم. تمام. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي انت بيبقى عندك اس واحد واس اتنين. اتفقنا ان اس واحد ده بيبقى ايه؟ ده السورس اللي هي ايه؟ اللي انت بتحطه هنا، اللي هي كلمه كاتس. تمام. فهو عنده هنا كلمه كاتس. تمام. عاوز يحولها لكلمه ايه؟ او التارجت بتاعه ايه؟ اللي هي فاست. تمام. يبقى انت عندك اس واحد واس اتنين. تمام. فبيقول لك اعمل انيشالايت ان الام اوف الاي والجي بتساوي زيرو. فانت هتعمل فور لوب لحد الاس واحد. بص من الاخر عشان تفهم السطرين دول، زي ما احنا كنا قلنا في اللي فات، اللي انت بيبقى عندك هنا امبت سترينج اهو، وهنا امبت سترينج، ودوت امبت سترينج اهو. تمام. فانت اول حاجه بتبداها بتقول له هنا زيرو. طب ايه بقى الاربع خانات دول؟ بص، انت عندك اللي احنا لسه قايلينها حالا، عندك هنا بتعمل انسيرت، وهنا بتعمل ريموف، وهنا بتعمل ريبليس، وهنا باخد المينيمم. تمام. فهنا اصلا انا ما عندي امبت سترينج، وهنا عندي امبت سترينج، فانا ما عنديش حاجه. فهبدا باول حاجه ابدا بيها ايه؟ الزيرو، اللي هو المينيمم. المينيمم عندي زيرو، ما عنديش حاجه. فانا طول ما انا نازل تحت، طول ما انا نازل زي ما احنا كنا اتفقنا وقتها هناك، طول ما انت نازل تحت يبقى انت بتعمل ريموف، طول ما انت ماشي يمين يبقى انت بتعمل انسيرت. تمام. فتعالى كده نشوف. انا دلوقت هنزل تحت اهو، فانا بعمل ايه؟ بعمل ريموف. فانت تلاقيه هنا اهوت في الالجوريزم بيقول لك ايه؟ يبقى احنا هنتكلم عن اول سطرين دول، اللي هو بيكلمك عن اس واحد. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك حط لي زيرو، بعد كده واحد، بعد كده اتنين. فاول حاجه احنا حطينا زيرو اهو. فانا هاجي انزل تحت. تمام. اتفقنا ان الجزئيه دي بتاعه الريموف، فانا هعمل ريموف لحرف السي اهو، ريموف لحرف السي اهو. طب ايه المينيمم العمليات؟ هي عمليه واحده بس، يبقى انا احط هنا واحد اهو. طب انا هنزل تحت اعمل ريموف لايه بقى؟ للسي والاي، يبقى انا كده اعمل ريموف لحرفين، يبقى انا احط هنا اتنين، المينيمم اتنين. طب هنا هعمل ريموف لتلاتة، يبقى انا هنا تلاتة اهو، المينيمم تلاتة. طب هنا انا هعمل ريموف للاربعة كلهم، يبقى اهو الاربعة اهي، وادي المينيمم اربعة. يبقى هنا الخانة دي انا بحط فيها اللي انا هعمل له ريموف. وهنا هتلاقي في الالجوريزم برضه هو مطبق الجزئية دي، يعني اول تلاتة دول بيكلموك عن اول كولوم اللي هو ده، اللي انت تقعد تمشي لتحت وتقعد تحط واحد اتنين تلاتة اربعة. كده كده انت لما بتيجي تحلها بتعمل زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة. كده احنا عملنا ريموف. تعالى بقى نشوف الجزئية التانية اللي هي دي. تمام. اللي هي دي اللي هي اس اتنين. اتفقت طول لما انت بتمشي يمين يبقى انت بتعمل انسيرت. فانا الانسيرت فين؟ الانسيرت هنا اهي. تمام. فيا ريت لو انت مثلا تكون سمعت الفيديو اللي هو نص ساعة، عشان ايه؟ هتجمع معايا بشكل كبير قوي الالجوريزم ده. لو انا مشيت يمين يبقى انا هعمل انسيرت. فانا اول حاجة كان عندي فاضي، فانا هعمل انسيرت الواحد. فالمينيمم ايه؟ المينيمم واحد، يبقى انا كده عملت انسيرت للاف. طب تعالى نعمل انسيرت للاف والاي مع بعض، يبقى انا عملت انسيرت الحرفين، يبقى المينيمم اتنين. طب تعالى نعمل انسيرت للاف والاي والاس، يبقى انا كده عملت انسيرت لتلاتة، يبقى المينيمم تلاتة. طب تعالى نعمل انسيرت للاربعة، يبقى المينيمم اربعة. يبقى من الاخر، بص من الاخر، اول رو واول كولوم بتعمل زيرو واحد اتنين تلاتة، بتعمل زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة. زيرو واحد اتنين، يعني مثلا لو السترنج ده خمسة، يبقى هيبقى فيه هنا خمسة وفي خمسة برضه نفس الكلام، وهنا برضه هيبقى فيه خمسة. تمام. يبقى احنا كده عرفنا الكولوم ده والرو ده. ايه بقى الحاجات اللي جوه دي؟ ايه بقى اللي هو عامله هنا ده؟ بص عشان تفهم الالجوريزم، هو اول حاجه بيقول لك اللي انت اكنك هتمشي على الكلمه، على الكولوم ده والرو ده. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت هتاخد المينيمم اللي هو الايه؟ اللي هي المينيمم اللي هنا دي. طب انا هاخدها من ايه بقى؟ من ثلاث حاجات. تمام. اول حاجه انا هجيب المينيمم الاي ناقص واحد والجي ناقص واحد، وهعمل ايه؟ هعمل تشيك. لو الحرفين بيساووا بعض فانا هاخد اللي هو الدياجونال زي ما هو. طب لو ما بيساووش بعض زود عليه واحد. لا احنا مش فاهمين، هنفهمها دلوقتي حالا. تمام. يبقى اول حاجه بس عشان نفهم الالجوريزم، انا باخد اول حاجه المينيمم. تمام. فانا بشوف اول حاجه لو الحرفين، الحرف ده والحرف ده،
لو هم زي بعض يبقى انت خد الدياجونال زي ما هو. طب لو مش زي بعض يبقى زود لي عليه واحد. طب لا خلاص انا اشتغلت على الجزئيه دي، نبدا بقى نشتغل على واحده للديليت، واحده للانسيرت، وواحده للديليت. تمام. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك واحده هتعمل عليها بلس واحد والتانيه برضه تعمل عليها بلس واحد. يعني مثلا دي هتعمل بلس واحد هنا ودي هتعمل بلس واحد هنا. طب بص بقى، انا حاسس ان انا مش مجمع. يبقى احنا كده ايه، حاولنا نجمع الالجوريزم. طب تعالى بقى نفهم الالجوريزم دوت بقى على الرسمه نفسها. تمام. احنا اول حاجه قلنا اللي هو في الرو الاولاني ده والكولوم ده، اتفقنا ان هو بيبقى 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4، وانت نازل تحت كده بتعمل ديليت، وانت ماشي على اليمين كده بتعمل انسيرت. تعالى بقى نشوف الحاجات اللي هي اللي مكتوبه دي جت منين. اول حاجه اتفقنا ان انت بيبقى عندك اهو، بيبقى عندك دي كده. تمام. بيبقى عندك دي كده اهي، ودي كده اهي. تمام. فاول حاجه بنشتغل على دي. اول حاجه ببص على الحرفين الاف والسي، هما مش زي بعض. فهنا هو قال لك لو زي بعض حطها لي بزيرو، لو مش زي بعض فانت بتعمل بلس اكنك بتزود واحد. فخلاص انا عامل ازود واحد عليه على الدياجونال، يبقى انا الزيرو ده هيبقى واحد اهو. تمام. وبص اعرفها على طول، دي بتبص على اللي فوق هنا يبقى بتزود عليها واحد. يبقى انا ابص على اللي فوق هنا ده كانت واحد، اخليها ايه، اخليها اتنين. تمام. يبقى تاني، يبقى انا بصيت على اللي فوق دي. تمام. انا بصيت على انا الناحيه دي بصيت على اللي فوق دي، فدي كانت واحد فزودت على واحد بقت اتنين. تمام. هنا دي ابص على اللي تحت هنا، دي واحد اخليها اتنين. خلاص انا طلعت تلات ارقام، طلع لي المينيمم ما بينهم بقى، يبقى المينيمم واحد. تمام. وتبدا تمشي بقى على كل واحد. تعالى بقى ايه نعملها في هنا عشان ايه نفهم احسن. تمام. اول حاجه احنا بنعمل ايه، بنصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه انا هبص على الحرفين دول الاف والسي، هل انتوا زي بعض؟ لا احنا مش زي بعض. فالالجوريزم قايل لي لو احنا مش زي بعض فانت بص إلس واحد دي اكنك بتقول له زود واحد على ايه، على الدياجونال. الدياجونال اللي هو ايه، اللي هو الزيرو ده. فهنا زود لي واحد على الزيرو فده يبقى واحد. خلاص انا كده خلصت من الجزء ده. تعالى بقى للجزء ده والجزء ده. بص ده بيبص على اللي فوق ده، فده هيبص على اللي فوق هيلاقيه واحد زوده على طول. انت بتزوده على طول سواء دول بيساووا بعض او ما بيساووش بعض، فانت بتزوده على طول. طب ده بيبص هنا يبقى ده بص فوق هنا. تمام. ودوت بص هنا، دوت هيعمل عليه ايه، هيزود عليه واحد فده واحد بقى اتنين. اخد بقى ايه، اخد المينيمم ما بين التلات ارقام واحد. تمام. يبقى انا كده خلصت ده. طب تعالى نشوف ده. اول حاجه ابص على الحرفين الاي والسي، هل انتوا زي بعض؟ لا احنا مش زي بعض. فانا اروح اخد الدياجونال وازود عليه واحد، يبقى ازود على الواحد دوت هيبقى اتنين. تمام. واتفقنا ان ده على طول بيزيد واحد، يبقى ده هيبقى تلاته. يبقى انا ببص فوق هنا. تمام. يبقى انا ببص فوق اخد الاتنين دي ازود عليها واحد تبقى تلاته. خلي بالك ده مش سهم، ده مش سهم زي الطريقه التانيه، لا انا بوضح لك بس ان انا ببص فين. تمام. طب هنا انا هبص هنا، فالواحد ده هيبقى اتنين. اخد المينيمم، ايه المينيمم؟ المينيمم اتنين. تمام. تمام. هنا هنشوف الاس والسي، هل انتوا زي بعض؟ لا احنا مش زي بعض. يبقى انا اروح الدياجونال اللي هي القيمه اللي بتبقى بالشكل ده، ازود عليها واحد. يبقى انت تزود عليها واحد ليه؟ لانهم لما بيكونوا مختلفين بتروح تزود عليها واحد، فانا زودت عليها واحد اهو. وبعد كده دي بتزيد على طول، يبقى دي هتبقى بأربعة ودي هتبقى بتلاتة. طب أنا زودت دي منين؟ ببص فوق هنا، دي بتبص فوق. يبقى دي كانت تلاتة دي بقت أربعة، دي بقت اتنين دي بقت تلاتة. آخد المينيمم يبقى تلاتة. تمام. أجي هنا، هل أنتوا زي بعض؟ لا إحنا مش زي بعض. يبقى تي وسي، يبقى آخد الدايجونال دوت وأزود عليه واحد هيبقى أربعة. هنا أبص فوق، أول ما أبص فوق أزود على طول بواحد، زودت واحد. هنا أبص هنا أزود ده بواحد يبقى أربعة. آخد المينيمم يبقى أربعة. تعالى كده نقارن أول رو هنا عشان بس ما يكونش فيه لخبطة. اول رو هنا ماشي واحد اتنين اتنين واحد اهو، واحد اتنين اتنين واحد. بعد كده اتنين تلاتة اتنين اتنين، اتنين تلاتة اتنين اتنين. بعد كده تلاتة أربعة تلاتة تلاتة، تلاتة أربعة تلاتة تلاتة. بعد كده أربعة خمسة أربعة أربعة. يبقى احنا كده عملنا أول رو. تمام. تعالى بقى نشوف عشان نشوف الحتة لما يبقوا زي بعض. تعالى بقى يلا نشوف الاف والاي، هل انتوا زي بعض؟ لا احنا مش زي بعض. يبقى انا ابص على الدياجونال وازود عليه واحد، يبقى الواحد ده هيبقى اتنين. واتفقنا ان دي ودي بتبص، دي بتبص فوق هنا وتقول لك زود لي عليها واحد، زود لي على الواحد واحد يبقى اتنين. هنا دي بتبص هنا بتقول لك زود لي على دي واحد تبقى تلاتة. خد المينيمم، المينيمم اتنين. تمام. هنا هل انتوا زي بعض؟ اه ده احنا زي بعض، انا عندي الايه اهي وانا عندي الايه اهي. قال لك لما يبقوا زي بعض بتاخد الدايجونال ده. شايف مش ده الدايجونال بتاع ده؟ بص ده الدايجونال اهو، بتاخدها زي ما هي. اخد الواحد ده احطه هنا، حطه زي ما هو كده، ما تجيش جنبه. طب دي طبعا بتزيد على طول. يبقى انا هبص فوق انت اتنين تبقى تلاتة، وانا هبص هنا انت اتنين تبقى تلاتة. المينيمم ايه؟ المينيمم يبقى واحد. تمام. تعالى هنا يلا. هنا الاس والايه، هل انتوا زي بعض؟ لا احنا مش زي بعض. يبقى زود لي على الدايجونال واحد يبقى تلاتة. تمام. هنا فوق ده يبص فوق ده يبقى أربعة، ده يبص هنا دي أربعة. ماشي. ده يبص هنا
انا ببص هنا اهو، ازود عليه واحد هيبقى اتنين، اخد المينيمم يبقى اتنين، المينيمم يبقى اتنين. اجي هنا التي والاي مش زي بعض، يبقى اخد الدايجونال ازود عليه واحد، يبقى التلاتة دي الدايجونال اللي هو ده ازود عليه واحد يبقى اربعة، ودي تزيد تبقى خمسة، ودي تزيد تبقى تلاتة، واخد المينيمم تلاتة. طب تعالى كده نقارن الروت تاني. الروت تاني فوق اللي هو هنا ده، اللي هو ده اتنين اتنين تلاتة اتنين، ادي اتنين اتنين تلاتة اتنين، وبعد كده واحد تلاتة تلاتة واحد، واحد تلاتة تلاتة واحد، بعد كده تلاتة أربعة اتنين اتنين، تلاتة أربعة اتنين اتنين، بعد كده أربعة خمسة تلاتة تلاتة، أربعة خمسة تلاتة تلاتة. تعال ماشي، هنعمل بقى دوت بسرعة، هعمله بسرعة. الاف والتي ما بيساووش بعض، يبقى انا اخد الدايجونال ازود عليه واحد، يبقى الاتنين تبقى تلاتة، ودي على طول دي بتزيد واحد دي تبقى تلاتة، ودي تبقى أربعة، اخد المينيمم يبقى تلاتة. بعد كده هنا الاي والتي ما بيساووش بعض، اخد الدايجونال ازود عليه واحد، بعد كده الواحد دي تبقى اتنين، التلاتة دي تبقى أربعة، اخد المينيمم يبقى اتنين. هنا الاس والتي ما بيساووش بعض، اخد الدايجونال اللي هو ده او ازود عليه واحد يبقى اتنين، هنا دي تزيد تبقى تلاتة، وهنا انا ببص هنا يبقى ده تلاتة، اخد المينيمم يبقى اتنين. هنا ما ده هنا بيساوي بعض، هنا تي وهنا تي بيساوي بعض، اخد الدايجونال ده زي ما هو، الدايجونال ده اخده زي ما هو يبقى اتنين، دي ازود عليه واحد تبقى اربعة، ودي ازود عليه واحد تبقى تلاتة. تمام، دي تلاتة، المينيمم اتنين، المينيمم اتنين. نقارن بس دي معلش، تلاتة تلاتة بعد كده أربعة، بعد كده تلاتة اتنين أربعة اتنين ماشي، اتنين تلاتة تلاتة اتنين، اتنين تلاتة تلاتة اتنين ماشي، دي تلاتة. بعد كده آخر واحدة اتنين أربعة تلاتة اتنين، اتنين أربعة تلاتة اتنين ماشي. نعمل آخر رو بقى. الاف الاف والاس هل انتوا زي بعض؟ لا احنا مش زي بعض، يبقى اخد الدايجونال زي ما هو، الدايجونال فين؟ الدايجونال هنا اهو تلاتة. بعد كده دي بتبص فوق، اقول لك زودني واحد يبقى أربعة. ليه؟ طب ليه أنا بزود واحد؟ لأن هو في الألجوريزم أهو قايل لي اعمل بلس واحد أهو، دي واحدة اللي هي واحدة فوق، وواحدة اللي هي واحدة تحت، بيقول لي بلس واحد. لكن هنا في الدياجونال بيقول لي اعمل تشيك لو الحرفين بيزاووا بعض. بص معنى كلمة زيرو يعني نزله لي زي ما هو، إلس واحد دي يعني زود لي عليه واحد. فأنا هنا دي هزودها واحد تبقى خمسة، آخد المينيمم إيه ما بين التلات أرقام دول؟ المينيمم تلاتة. هنا برضو هل الحرفين زي بعض؟ هنا A و S لا مش زي بعض، يبقى آخد الدياجونال ده أزود عليه واحد هيبقى أربعة. بعد كده الاتنين دي أزود عليه واحد تبقى تلاتة، تلاتة دي ازود عليها واحد تبقى أربعة. أنا عارف إن الموضوع يبقى ممل، بس عشان أفهمك بس إن التيبل ده اتبنى إزاي. تمام، آخد المينيمم يبقى تلاتة. هنا الإس والإس ده بيساوي بعض، الإس والإس ده بيساوي بعض، آخد الدايجونال زي ما هو، الدايجونال اللي هو الاتنين آخدها الاتنين زي ما هي، دي هتزيد واحد دي تبقى تلاتة، ودي هتبقى أربعة. تمام، آخد المينيمم يبقى اتنين. هنا التي والإس ما بيساووش بعض، خد الدايجونال زود عليه واحد يبقى تلاتة، ده بتزود عليه واحد يبقى تلاتة، وده يبقى تلاتة، يبقى آخر حاجة تبقى تلاتة. تعال كده نقارن بس آخر رو عشان نتأكد إن كل حاجة تمام. آخر رو هنا أربعة أربعة خمسة أربعة، إيه ثواني، أربعة أربعة خمسة أربعة، إيه الغلط بقى؟ ماشي ماشي، معذرة. هنا دي اف وهنا دي اس، فأنا قلت ما بيساووش بعض، يبقى أنا آخد الدايجونال وأزود عليه واحد لأنهم ما بيساووش بعض. تمام، وديت تمام. تمام، يبقى المينيمم هنا أربعة. تمام ماشي، يبقى المينيمم دي أربعة. تمام كده، دي هتبقى أربعة. تمام، نقارن بقى اللي بعدها. أربعة تلاتة خمسة تلاتة، أربعة تلاتة يبقى دي هتبقى خمسة. ماشي معلش، هو آخر واحدة بس اللي أنا مزودتهاش، أربعة تلاتة خمسة تلاتة ماشي. بعد كده اتنين تلاتة أربعة اتنين، اتنين تلاتة أربعة اتنين، بعد كده آخر واحدة كلهم تلاتات. تمام كده احنا بنينا الألجوريزم. لو في رقم فيه غلطة ولا حاجة فدوت دوت الألجوريزم اللي هو الكامل المظبوط يعني. تمام كده احنا خلصنا الالجوريزم. لو فاكرين في التانية، لو فاكرين في دي كنا بنعمل ايه؟ كنا بنيجي مثلا عند اخر واحدة دي ونقول اللي احنا عندنا وان اوبريشن، وان اوبريشن واحدة بس. تمام، عشان احول من دي من السورس دي للتارجت ده. تمام، فكنا بنقول وان اوبريشن، وكنا بنبقى عارفين الاوبريشن دي، كنا بنقعد نمشي مع السهم ده ونقول ان هي تبقى ايه، يا اما ريبليس يا اما ديليت يا اما انسيرت. ولكن هنا هو فعلا هيقول لك كام اوبريشن؟ هو هيقول لك فعلا ان هما 3 اوبريشن، يعني هتاخد دي برضو فعلا هما 3 اوبريشن. ولكن هل انت عارف ايه الثلاثه اوبريشن؟ يعني مثلا هل انت عارف هي انسيرت ولا ديليت ولا مش عارف؟ لا، يبقى الالجوريزم ده هو بيعرفك عدد الاوبريشن بس مش اكتر، ولكن مش بيعرفك انت ايه الاوبريشن اللي هتعملها. تمام، انا حاولت اشرح الالجوريزم بالتفصيل عشان بس تكون فاهمه. هو الالجوريزم هنا يعني مجرد ما انت تيجي تطبق على التيبل هتلاقي هو بيطبق لك كل حاجه في الالجوريزم هنا. تمام، فايه الثلاثه الاوبريشن بقى اللي انا اطبقهم فعلا عشان احول من كلمه اللي هي كانت سي اي اللي هي كاتس عشان احول لايه، لفاست. فتعالى كده نخمن سوا ايه الثلاثه اوبريشن. تعالى كده نجرب. اول حاجه انا عندي حرف السي وعندي حرف الاف،
فانا اعمل ايه؟ اول اوبريشن انا اعمل ريبليس لحرف السي باف. تمام. طب الاي، طب ما الاي هي يبقى انا هسيبها زي ما هي. طب التي اعمل ريبليس لحرف التي بالاس، واخر حاجه اعمل ريبليس لحرف الاس بالتي. يبقى انا كده عملت 3 ريبليس، يبقى انا كده عملت 3 اوبريشن. تمام. يبقى ده كل حاجه كانت تخص الايديت ديستانس وتخص الالجوريزم ده، وفسرنا الارقام اللي جوه دي جت منين. تمام. وديت زي برضو ما قلت ان دي مشروحه في فيديو نص ساعه تقريبا، نص ساعه بالظبط، وشارح فيها التيبل ده بالتفصيل، وشرحت برضو الفرق ما بين باريس واليس، وشرح الالجوريزم ده بالتفصيل عشان بس ما ناخدش وقت كبير. تمام. كده احنا اتكلمنا عن الايديت ديستانس وخلصنا الايديت ديستانس. تمام. دخلنا بقى على حاجه ممكن تقول عليها ادفانسد ايديت ديستانس، او حاجه يعني ايه، احنا عاوزين حاجه احسن من الايديت ديستانس شويه. فقال لك في حاجه اسمها ويتد ايديت ديستانس. ايه ويتد ايديت ديستانس دي بقى؟ تعالى كده الاول نشوف المشاكل. هو اول حاجه بيقول لك ان الويتد ايديت ديستانس بيعتمد على الكاركتر، بيعتمد على الحروف. بص بيقول لك انت كده كده لما تيجي تعمل او يحصل ايرور، هيحصل ايرور من حاجتين. اول حاجه الاو سي ار، لو انت مثلا عندك مجموعه صور وبتعمل لها سكان، فهو هيحول لك الكلام اللي جوه ده لتكست، فهو ممكن هو بيحاول يغلط. او ممكن في الكيبورد، يعني انت بص دلوقتي الكيبورد عندك هتلاقي ان حرف الام والان الاتنين جنب بعض، فانت ممكن مثلا بدل ما تيجي تكتب ام تروح تكتب ان بالغلط. فدي حاجه اسمها ايه، دي مشاكل ان الحروف مثلا تكون قريبه من بعض. فليه؟ لان احنا بنعمل هناك، مش احنا هنا بنعمل بلس واحد، انا بعمل هنا بلس واحد، فانا لو عندي مثلا حرف الان وعملت عليه بلس واحد، فانا كده بروح لحرف الام اللي بعده، فانا كده بخلي الحروف كلها قريبه من بعض. فهو قال لك ايه بقى، احنا عايزين في الويتد ايديت ديستانس نشتغل على حاجه اسمها الكوست، او حاجه اسمها الويت. اللي انا اعمل ايه؟ بيقول لك انا بعمل حاجه اسمها ويت ماتريكس. لا انا مش فاهم. او الكوست ماتريكس. بص الويت ماتريكس او الكوست ماتريكس دي اكنه بيقول لك، الويت ماتريكس دي او الكوست ماتريكس اكنه بيقول لك ايه، بيقول لك اعمل لي ماتريكس. هو اكنه بيقول لك حرفيا كده اعمل لي ماتريكس. تمام. ويكون فيها الحروف بتاعتك، ادي الماتريكس اهي. تمام. هو شكل الكروك يعني بس مش اكتر. ويقول لك مثلا حط لي مثلا حروف من هنا من ايه، من ايه لزد مثلا، وهنا برضو الحروف من ايه لزد. تمام. بس بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت مثلا الحروف اللي مثلا زي الام والان خلي لي الويت بتاعها كبير، او خلي لي الحروف اللي هي تكون قريبه من بعض خلي لي الكوست بتاعها يعني ايه، كبر لي المسافات ما بينهم، بحيث لما انت تيجي تكتب حاجه يبقى مثلا مش شرط بقى الحرف اللي هو ام وان، لان كده كده ام وان هتلاقي ان الكوست بتاعهم صغير. طب ايه الكوست دي او ايه الويت دي؟ الكوست او الويت هي المسافه ما بين الحرفين. بص كده على الكيبورد اللي عندك هتلاقي ان المسافه ما بين الحرفين حرفين قريبين من بعض. لا احنا بنقول له في الويت ماتريكس دي احنا عاوزين المسافه تكون بعيده. فتعالى كده قارن مثلا الام والكيو. فبص في الكيبورد عندك هتلاقي حرف الام فين وحرف الكيو فين. ده المسافه بتاعتهم كبيره جدا، المسافه ما بينهم كبير. فدي اللي احنا كنا بنتكلم عنها اللي هي الويت ماتريكس، اللي انت تعمل ماتريكس ويكون الحروف المسافات ما بينهم بعيده. تمام. ففي تركايه هنا بقى، تركايه اللي هي ايه، ممكن مثلا مش عارف ممكن تيجي ولا لا، بس هي جت في امتحان قبل كده ان هو ممكن مثلا يجيب لك نفس الالجوريزم دوت، او مثلا يقول لك ايه الانهانس اللي انت تعمله على الالجوريزم ده عشان تحول من ايديت ديستانس لويتد ايديت ديستانس. فبص تعالى نفكر الاول. بص احنا في الايديت ديستانس كانت كل مشكلتنا اللي انا بعمل بلس واحد، يعني مثلا عندي حرف الام والان الاثنين ورا بعض، فانا بعمل بلس واحد، فانا عاوز اتخلص من البلس واحد ده، وبرده خلي بالك في واحد هنا اهو، فانا عايز اتخلص من الواحد ده والواحد ده والواحد ده. فقال لك احنا ممكن بدل بلس واحد ده نحط الويت او نحط الكوست. يعني مثلا انا بعمل مثلا كوست للديليت، مثلا هنا انا مثلا بعمل ديليت وانا نازل، طول ما انا نازل بعمل ديليت، فبدل ما اخليها بلس واحد لا انا اخليها الكوست، الكوست اللي هتكلفني او الويت اللي هيكلفني بتاع الديليت. تمام. وهنا برضو الكوست اللي هيكلفني بتاع الانسيرت، وهنا الكوست اللي هيكلفني بتاع السبستيتيوشن، اللي انا مثلا ابدل حرف مكان حرف. وده سؤال جه في امتحان وهنشرحه بالتفصيل في اخر الفيديو. انا قلت بس ايه، قلت اقول التركيه اللي هي موجوده هنا بس. تمام. وده هنقوله في اخر الفيديو السؤال ده بالتفصيل. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الويتد ايديت ديستانس. بيقول لك استخدام الايديت ديستانس برضو، بيقول لك انت بتعمل انترسكت للست ديت، تمام، عشان تطلع الكوريكت وورد في الديكشنري. تمام. بتشوف الموست لايكلي كوريكشن، يعني بتشوف الموست لايكلي كوريكشن. وبرضه تذكر اللي انت اللي هي الكوليكشن فريكوانسي، بتشوف ان الدوكيومنت اكتر حاجه موجوده فديت ان انت تطلعها لليوزر. يعني مثلا انت عندك اكتر من كلمه، تشوف الكلمه اللي موجوده كتير فدي الكلمه اللي هتبقى الصح، فبتعتمد على الكوليكشن فريكوانسي، الاكتر كوليكشن فريكوانسي. تمام. بيقول لك بقى ايه، احنا كده خلصنا الايديت ديستانس والويتد ايديت ديستانس. قال لك بقى ان في مشكله للاثنين، او مشكله للويتد ايديت ديستانس. قال لك ان هي بتبقى اكسبنسيف وبتبقى سلو كمان.
فنبدا بقى نفكر في اوبشن جديد او حل جديد، حاجه اسمها الان جرام اوفرلاي. احنا اتكلمنا في الجرام دي، بس التانية كانت بي جرام. البي جرام انت كنت تقعد تقسم الكلمه حرفين حرفين، هي نفسها بالظبط، بس احنا هنشتغل على ايه، حاجه اسمها الان جرام اوفرلاي. بص الان جراب اوفرلاب ديت بيقول لك بتشتغل على السترنج ان هي موجوده في القاموس بتاعها، تمام. تعالى ما نشوف بقى ايه المثال. اول حاجه بيقول لك ان انت مثلا تتعامل مع حاجه اسمها تراي جرام. احنا قبل كده كنا بنتعامل مع الباي جرام، اللي هو ايه، كنت بقعد اقسم الكلمه اتنينات، اتنين 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 كده، تمام. لكن انا هتعامل مع التراي تلاتة. فتعالى كده نشوف، مثلا انت كيوزر مدخل كلمه ديسمبر، تمام. فتعالى كده نطبق عليها التراي جرام دي. فعايز اطبق عليها التراي جرام، فهناخد اول ثلاث حروف اللي هي الدي اي سي، خدت الدي اي سي اهي. بعد كده اخد الاي سي اي، خدت الاي سي اي. بعد كده اخد السي اي ام، خدت السي اي ام. بعد كده اخد الاي ام بي، خدت الاي ام بي. بعد كده خدت الام بي اي، خدت الام بي اي. بعد كده اخد البي اي ار. يبقى انا كده طلعت ايه، طلعت ستة، تمام. يبقى انا كده طلعت ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. طب تعالى كلمة نوفمبر، ادي واحد اتنين، ادي ان او في، بعد كده او في اي، بعد كده في اي ام اهي تحت اهي، بعد كده اي ام بي، بعد كده ام بي اي، بعد كده بي اي ار. انا بعمل حاجة اسمها تراي جرام، اللي هي الطريقة التالتة اللي احنا هنتكلم عنها، اللي هي بتعالج مشكلة الويت ديستانس، الويت والايديت ديستانس. فهو هنا قال لك انا مثلا عندي الكلمتين دول، فهل منطقي انت كيوزر مثلا لما تيجي تدخل كلمة ديسمبر تطلع لك مثلا في البحث كلمة نوفمبر؟ مستحيل طبعا. ليه؟ لأن ده مش منطقي، الكلمتين بعاد عن بعض. فقال لك بقى أنا هعرف منين؟ يعني أنا مثلا كل كلمتين بقعد أشوف بقى الحروف قريبة من بعض ومش عارف إيه، لأ. قال لك بتشتغل على حاجة اسمها إيه؟ حاجة اسمها الجاكارد كوفيشنت. إيه الجاكارد كوفيشنت ده؟ الجاكارد كوفيشنت دوت هو بيستخدم إن هو بيعمل ميجر اوف الأوفرلاب. يعني إيه؟ يعني بيقول لك انت بتشوف هل الكلمات دي قريبه من بعض، يعني مثلا الكلمات دي فيها مثلا حاجات قريبه من بعض، لما اليوزر مثلا يدخل الكلمه دي اروح مطلع له دي ولا لا. فتعالى كده نفهم الجاكارد كوفيشنت ده. اول حاجه بيقول لك القانون بتاعه، انت بتشتغل على سيتس، تمام، اتنين ست. خلي بالك الست لازم يكون ما فيهاش تكرار، تمام. فانا عندي بقول اكس تقاطع واي على عدد الاليمنتس اللي في الست الاولانيه، الاكس الاولانيه اللي هي الست الاولانيه زائد عدد الاليمنت في الست الثانيه ناقص التقاطع، تمام. وهنفهمها دلوقتي بالتفصيل. هو بيقول لك ايه، بيقول لك انت بتشتغل على حاجه اسمها الثري شولد. طب انا عايز دلوقتي اقيم، يعني مثلا كده كده هيطلع لي الناتج من هنا، هيطلع لي رقم. فانا امتى اقدر اقول ان فعلا الكلمات دي متشابهه وطلعهم لليوزر، وامتى اقدر اقول له ان الكلمات دي مش متشابهه وما تطلعهاش؟ قال لك لو انت طلعت الناتج ده وطلع اكبر من التمانية من عشرة، اكبر من التمانية من عشرة يعني قريب من الواحد، يبقى فعلا الكلمات دي قريبة، اعمل ما بينها ماتش. طب لو هي اقل من كده، لا، يبقى هي مش قريبة، تمام. هو بيقول لك برضو ان دوت بيساوي واحد لما يكون الاتنين نفس العناصر. يعني بص، شايف يعني مثلا هيساوي واحد، بص هحاول اوضحها هنا. بيقول لك بيساوي واحد يعني مثلا انت عندك ادي اهي، عندك الست اكس ونفس الست هي واي، فقال لك لو الاتنين نفس العناصر فهو طبعا واحد، وديت طبعا احسن حل. يعني مثلا انت مدخل الكلمتين نفس الحاجه، فقال لك ان اكس وواي الاتنين نفس الست، فده يطلع لك واحد. طب امتى يطلع لك زيرو؟ لو انت طبعا لو ديس جوينت، لو ما فيش ما بينهم حاجه، لو انت عندك اكس وواي اهوت وما فيش ما بينهم حاجه مشتركه، دي اسمها ديس جوينت، يبقى يطلع لك زيرو، تمام. قال لك بقى الحاله الطبيعيه اللي الاغلب بيشتغل عليها ان هو مثلا يكون في كده، يكون في ما بينهم مثلا حاجه مشتركه. فانت بتبدا تعمل ايه، بتطبق القانون، بتجيب التقاطع على العدد العناصر اللي موجوده في اكس زائد الواي، وبعد كده تطرح منها التقاطع، تطرح منها التقاطع تاني. وهنفهمها دلوقتي بالامثله، تمام. فدي السلايد اللي هي بتكلمك عن الجاكارد كوفيشنت. طب انا ليه بعمل الجاكارد كوفيشنت دوت؟ عشان اشوف الكلمات اليوزر مدخلها لي. ما هو انا مش منطقي بقى امسك كل كلمتين واقعد اعد الحاجات ديت واقعد اشوف له ده متشابهين، لا ده مش متشابهين، لا. فقال لك استخدم حاجه اسمها الجاكارد كوفيشنت. قال لك بقى تعالى نفهم انت ازاي بتستخدم اصلا او ازاي بتطبق على ارض الواقع. قال لك على سبيل المثال انت كيوزر او مثلا الكويري مثلا اللورد، تمام. فتعالى نبدا نطبق عليها، بس هنطبق عليها باتنين، يعني بباي، باتنين. يعني مثلا تاخد ال والاو والاو والار والار والدي، تمام. فهو بيقول لك ايه، بيقول لك انا عاوز اجيب الماتش لو طلع لك كلمتين فاخدهم عادي. تعالى بقى نفهمها احسن. بيقول لك انا عندي لورد اهي، تمام. فانا اقول له اول حاجه ال او، تمام، خدت ال او، بعد كده الاو ار اهي، بعد كده الار دي. فانا ببدا اروح، طب انا الحاجات دي بجيبها منين؟ بروح للانفيرتد اندكس بتاعي واروح اشوف كل الكلمات اللي فيها ال او واحطها هنا. فلقيت كلمه الون، ولقيت كلمه لور، ولقيت كلمه سلوس.
واروح للاو ار، اروح اشوف كل الكلمات اللي فيها او ار، لقيت بوردر ولور والكلمه دي والار دي. تمام. قال لك بتعمل ايه بقى؟ قال لك بتجيب اللي هو السهم ده والسهم ده والسهم ده، تقعد تمشي عليهم كده لحد ما تطلع الكلمات المشتركه مع اللورد. تمام. فانا لقيت ان اللورد مشتركه مع اللور في حاجتين، في ال او والاو ار. فهو هنا بيقول لك انت عايز تعمل ايدنتيفاي الورد اللي هي بتماتش اتنين، يعني عاوز على اللي بيماتش اتنين. ففعلا انا هلاقي لور موجوده هنا اهي، وهلاقي لور موجوده هنا اهي. فانا فعلا احط في دماغي ماشي انا عندي لورد وعندي لور. تمام. وفعلا هلاقي البوردر اهي وهلاقي بوردر اهي. مش هو قايل لك اعمل لي ايدنتيفاي اللي هي بتماتش 2 اوف 3؟ انت عندك 3 هم، لو بتماتش في 2 منهم طلعها لي. فانا طلعت لور وطلعت بوردر. تمام. فطلعت لور اهي ولورد ولور، وادي لورد وبوردر. تعالى بقى ايه، نبدا نطبق القانون اللي احنا اشتغلنا عليه، اللي هو الجاكارت كوفيشن. كان بيقول لك اول حاجه هات لي التقاطع ما بينهم. فانت لو جيت طبقت مثلا التقاطع، هو بص بالمنطق يعني ان طبعا كلمه بوردر بعيده عن كلمه لورد، وايه القريب اللي هي لور. فاحنا دلوقتي عاوزين لما نطبق يبقى الناتج اللي يطلع دوت، يبقى الناتج بتاعه يبقى اقل من 8 من 10 ده، ودوت الناتج بتاعه يطلع يبقى مثلا قريب منه. فتعالى كده نطبق القانون. احنا اتفقنا ان اول حاجه بنجيب التقاطع. فاتفقنا ان لور اهي متقاطعه معاها في ايه، في حاجتين اللي هي ال او والاو ار. اهي لور اهي ولور اهي. امسح بس ده عشان تبان. انا حاسس ان هي ممكن تكون رخمه شويه، بس لما نشوف لما اعمل عليها ركاب تاني هتبقى سهله احسن يعني. تمام. فانا عندي لور اهي وعندي لور اهي، فهي مشتركه مع اللورد. كلمه كده كده اعتبر دي كلمه لورد اللي هم الثلاث حاجات دول. مشتركه معاه في اتنين، فالتقاطع كده باتنين. تمام. لورد بقى انا عاوز اعمل ايه، عاوز اجيب الاكس زائد الواي ناقص التقاطع. كده كده انا عارف التقاطع باتنين، فانا هقول هنا ناقص اتنين. فانا عاوز اجيب عدد الاكس. فتعالى كده نشوف، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، يبقى هنا تلاتة. تمام، تلاتة. بلس، هتعمل بلس، ادي واحد، اتنين، تلاتة، ادي تلاتة برضو. بص هو في قانون بيقول لك لو انت عندك الكي باتنين فقول لي الحروف ناقص واحد على طول. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي لورد، فكم حرف؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى اربعة ناقص واحد يبقى تلاتة. انا هنا لور اهي، واحد اتنين تلاتة اربعة، اربعة ناقص واحد بتلاتة. بس دي في حالة ان الكي بيساوي اتنين، اللي انت بتقعد تقسمهم اتنين. طب لو كي بيساوي تلاتة يبقى الحروف ناقص اتنين. تمام. فتيجي كده نشوف، يبقى انت كده لو طلعت ده، لو طلعت الناتج دوت هيطلع لك ايه، ثواني. تمام، معلش نكمل. إيه اللي بقى اللي احنا اخر حاجه كنا وقفنا عنها كانت ايه؟ اللي انا دلوقتي انا عايز كلمه. انا دلوقتي عملت ايه عشان بس الناس ما تتوهش مني؟ انا دلوقتي عملت ايه؟ انا مثلا جالي كلمه لورد اهي، ودخلت رحت الانفيرتد اندكس بتاعي. فانا اول حاجه عملتها، انا قلت هفترض ان الكيب اتنين، فهشتغل انا اقسمها اتنينات، يبقى ال او بعد كده الاو ار بعد كده الار دي. طلع لي تلاتة اهم، ال او ار ار دي. رحت على الاندكس بتاعي، طلعت ال او كل الكلمات اللي فيها ال او، بعد كده الاو ار بعد كده الار دي. وفي الاخر هو بيقول لك ايه، بيقول لك وي ويش احنا عاوزين نعمل ايدنتيفاي الكلمات اللي هي بتماتش 2 اوف 3، يعني على الاقل 2. فانا لقيت ان لورا اهي ولورا اهي موجوده في الاثنين دول، ولقيت بوردر اهي وبوردر اهي موجوده في الاثنين دول. ابدا بقى اطلع دول، طلع لي دول وطلع لي دول. عايز بقى اطلع الكلمه اللي هي بتكون بتماتش، احنا كده بقى كاننا جوه المطبخ من جوه حرفيا. تمام. فانا امسك اول حاجه لورد ولور اللي هي الكلمه دي، ولورد وبوردر. فاتفقنا اول حاجه لورد ولور، فاتفقنا ان احنا مش هنقعد بقى نمسكهم بايدينا ونقعد نقول دي قريبه، هنشتغل على القانون ايه اللي هو الجاكارت كوفيشن، اللي هو بيقول لك ايه، بيقول لك هات لي التقاطع على اكس زائد واي ناقص التقاطع. فاول حاجه التقاطع عرفناه منين؟ التقاطع موجود تحت اهو، ادي لور ولور، ادي التقاطع 2 يبقى 2 اهي. بعد كده قلت لكم قانون، لو الكيب 2 يبقى انت بتقول الحروف ناقص واحد. فهنا لورد هنا 4 يبقى 4 ناقص 1 ب3، وهنا لور 4 ناقص 1 ب3، وكده كده التقاطع ب2. فانت لما تيجي تعمل دوت هيطلع لك مثلا تقريبا هيطلع بنص، بنص، هيطلع بنص. فنص، تعالى كده يبقى ماشي قريبه شويه. احنا كنا بنقول هنا ان هو يكون اكبر من 8 من 10. فتعالى بقى ايه، نقارنها مع التانية. تعالى بقى نطبق الكلام دوت على لورد وبوردر. فاول حاجه المشترك ما بينهم ده البوردر اهي موجوده اهي، فالمشترك ما بينهم الاتنين دول، فانا احط هنا 2. اتفقت لما تيجي تجيب عدد الحروف، هنا 1 2 3 4، 4 ناقص 1 3. تمام. وهنا دي عدد حروفها كام؟ ادي 2 4 6، 6 ناقص 1 5. وكده كده المشترك ما بينهم 2. فهتيجي تعمل دي 2 على الستة، فهتبقى تلت، فهتبقى 3 من 10. تمام. تبقى 3 من 10. فانت شايف ان الجاكارت كوفيشن طلع لك ان كلمة لورد ولور
الجاكارت كوفيشن ما بينهم نص، ولورد وبوردر 3 من 10. فانت مثلا لما انا كيوزر ادخل كلمه لورد، هل تطلع لي لور ولا تطلع لي بوردر؟ منطقي تطلع لور. ليه؟ لان اصلا دي 5 من 10 ودي 3 من 10، فبوردر اصلا بعيده خالص، والمنطقي اللي انت تطلع لور. تمام. احنا كنا عاوزين نحسب كنا عاوزين نحسب الجاكارت كوفيشن ما بين نوفمبر وديسمبر. تعالى كده نحسبها. اول حاجه عاوز اعملها ايه؟ اجيب المشترك ما بينهم. فهو اصلا مقسمها لك ومجهزها لك ايه. المشترك هنا 3 وهنا 3 اهو، يبقى المشترك 3. تمام. بعد كده انت مش بتعد عدد الحروف دي، ده انت بتعد عدد المقاطع. فانا هنا عندي كام مقطع؟ ادي 6 مقاطع اهو، ادي 6. تمام. هنا ديسمبر كام مقطع؟ ادي 6. تمام. احنا اتفقنا ان احنا ممكن نقول عدد الحروف ناقص 2. تعالى كده نجربها. ادي 2 4 6 8. فلو قلت 8 ناقص 2 فعلا نفعت. 8 ناقص 2 ب 6. طب انت ليه قلت هنا ناقص 2؟ لان انا اتفقت تحت لو الكي بتساوي 2 فانا بقول الحروف ناقص 1. ولكن هنا الكي بتساوي 3، انا لان شغال تراي جرام. الكي هنا بتساوي 3، يبقى انا اقول له الحروف ناقص 2. يبقى هنا 8 ناقص 2 يبقى دي بستة ودي بستة، يبقى 3 على 6 يبقى 3 على 9. 3 على 6 زائد 6 ناقص 3 يبقى تلت. يبقى 3 من 10. يبقى طبعا لما انا اجي ادخل كلمة ديسمبر اوعى تطلع لي كلمة نوفمبر. ليه؟ 3 من 10 يعني شايف انا بقول لك ان هو يكون اكبر من 8 من 10، انت بتقول لي 3 من 10. تمام؟ فده كل حاجة تخص الجاكارد كوفيشن. تمام. بعد كده بقى بيكلمك عن حتة اللي هي كونتكست سنسيتيف سبيل كوريكشن. يعني ايه؟ بيقول لك اللي انت بتشوفها في وسط الجملة. يعني بدل ما تشوف الكلمة لوحدها لا شوفها وسط الجملة. فبيقول لك I flow from، ماشي. هو بيقول لك consider، بيقول لك اعتبر ان الكويري مكتوبة كده. فشايف الفرق ان هي دي فورم ودي فروم. فبيقول لك would you like did you mean كذا. تمام. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك يعني انت بتشتغل هنا على الجمله كامله بدل ما تشتغل على الكلمه لوحدها. تمام. او نفس الكلام برضو بيقول لك انت محتاج تعمل سراوند كونتكست. سراوند يعني ايه؟ تشوف الكلمات المجاوره ليه، اكنه بيقول لك على الجمله يعني. تمام. بيقول لك phrases with one word fixes at time. بيقول لك احنا بنحاول اللي احنا مثلا، يعني مثلا نمسك نعمل لها phrases مثلا. يعني مثلا تمسك الاثنين دول وتمسك دول مثلا وتشوف الكلمه واحده. يعني مثلا فلو اهي اطلع لك فليد مثلا اف ال اي دي، او مثلا كلمه فورم اخليها لك مثلا فروم. هو بيقول لك ايه with one word fixed at time، يعني انا بشتغل على كلمه واحده بس. هو بيقول لك انت بتعمل suggest الالترناتيف. تمام. بتشوف البديل يعني. تمام. ففي تقريبا اكسرسايز، هو تقريبا ده ما اتذكرش بس خلينا نقوله يعني. بيقول لك ان انت بيقول لك افترض ان انت عندك الجمله دي فلو فورم، الكلمه دي. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي 7 بدايل لكلمه فلو، عندي 7 بدايل، وعندي 19 بديل لكلمه فورم، وعندي 3 بدايل للكلمه دي. فبيقول لك هاو ميني كوركتد، كم عدد الجمل الصحيحه اللي احنا ممكن نقول عليها السكيما دي. فبص اعرفها. يعني انا مش عارف هي تقريبا ما اتقالتش في المحاضره، فاعرفها بس وخلاص. انت ضربهم في بعض. ليه؟ لانه بيقول لك انا عندي 7 الترناتيف اوف فلو و19 الترناتيف اوف فورم و3 الترناتيف اوف دي، فهتضربهم في بعض هيطلع لك 399 الترناتيف. طبعا ده عدد ضخم ده. معذرة هنكمل. كان في بس دوشة ووقفت شوية. تمام. بيقول لك بقى ايه؟ مش فاكر اخر حاجة وقفنا عنها ايه. اخر حاجة اللي احنا وقفنا عنها اللي احنا كنا، تمام، اللي احنا لما اقول لك قال لك هاو ميني كوركتد فريزز فاحنا ضربناهم كلهم في بعض. فقال لك بقى في انذر ابروتش ان انت مثلا تعمل ايه؟ تاخدهم باي ووردز. يعني مثلا ايه؟ كل مرة بتعمل كلمة واحدة بس. يعني مثلا الجملة جايه لك كده فانت تاخد دي وتقول له اند مع دي. تمام. فمثلا مش تجرب الاحتمالات كلها بقى، هتجرب الجمل اللي فيها باي وورد مشهور. تمام. كده ده كل حاجه تخص السبيل كوريكشن. هعمل ريكاب سريع عشان بس انا حاسس ان الدنيا دخلت في بعض. ريكاب بس سريع اللي احنا قلناه في السبيل كوريكشن، وبعد كده الساوندكس الاخيره دي سهله خالص. السبيل كوريكشن اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده، اتفقنا ان هو انت ما تدخل مثلا كلمه غلط او كويري غلط، فهو بيقول لك بيعمل ايه؟ بيعمل كوريكت للدوكيومنت اللي بيحصل عليها الاندكس، او انت عاوز تعمل كوريكت للكويري بتاعت اليوزر. تمام. فقال لك في حاجتين، يا اما ايزوليتد وورد يا اما كونتكست سنسيتيف اللي هي الجمله على بعضها. فدي خدنا فيها تقريبا اغلب المحاضره، ودي كانت اخر كام سلايد اللي هي لسه قايلينها دلوقتي. تمام. وعرفنا الدوكيومنت كوريكشن، انت مثلا لما تيجي تدخل حاجه بيحصل مشاكل، تدخل حرف الار والان يشوف يقراها ام مثلا، لو حرفين زي بعض يقراهم. فهو احنا عاوزين الجول بتاعنا ان الديكشنري يبقى فيه فيور ميسبيلنج، يعني ايه؟ اقل حاجه من الاخطاء. تمام. فبرضه هنا برضه بدأ يتكلم لك ويقول لك احنا بنجيب الحاجه دي من الاكسكيو، من اللي هو القاموس. ممكن يبقى ستاندرد، ممكن يبقى الاكسكيو اوف الاندكس كوربس، يعني مثلا القاموس خاص بالداتا نفسها. تمام. بعد كده قال لك بقى احنا هنشتغل النهارده على 3 طرق في ايه جوه اللي هي الايزوليتد وورد كوركشن. قال لك اول طريقه اللي هي الايديت ديستانس، ثاني طريقه اللي هي الويتد ايديت ديستانس، ثالث طريقه اللي هي الان جرام.
اتكلمنا بالتفصيل عن ايديت ديستانس وقلنا ان هي 3 اوبريشن، واتكلمنا عن ده بالتفصيل تمام. وقلنا ده برضو. بعد كده اتكلمنا عن الويتد ايديت ديستانس، قلنا ان هو ادفانسد ايديت ديستانس بتشتغل على حاجه اسمها الكوست، اللي انت بتشوف الويت ما بين الحروف وبعضها. واتفقنا لو قال لك طبق لي دوت على الالجوريزم دوت، قلنا هنشوفها في المثال بتاع الامتحان تمام. دوت الويت ايديت ديستانس، وبتعمل حاجه بتتطلب ريكواير ماتريكس او كوست ماتريكس، اللي انت بتشوف الفروقات ما بين الحروف. يعني مثلا الكوست ما بين الام والان اقل من الكوست ما بين الام والكيو. لو بص كده في الكيبورد عندك هتلاقي ان الام والان جنب بعض، طب الام والكيو هتلاقيهم بعاد عن بعض تمام. قال لك بقى برضو نفس الكلام، بيقول لك انت عايز موست لايكلي كوركشن، ان انت احسن حاجه تكون مظبوطه عندك تمام. بعد كده قال لك بقى، جه في الاخر قال لك بقى خلاص ده هي غاليه وهي بطيئه، فاحنا عاوزين حل تالت بدل ايديت ديستانس وبدل ويتد ايديت ديستانس. قال لك ان هو الان جرام اوفرلاب. ايه الان جرام اوفرلاب دوت بقى؟ قال لك اللي انت عندك الكلمه بتشتغل بحاجه اسمها التري جرام او البي جرام، اللي انت بتقعد تقسم الكلمه عندك تمام، وبعد ما بتقسمها بتشوف بقى الكلمات دي قريبه من بعض ولا لا. طب انا هشوفها ازاي؟ بشوفها عن طريق حاجه اسمها الجاكارد كوفيشنت. ايه الجاكارد كوفيشنت دوت حاجه بنستخدمها عشان نشوف الكلمات مع بعضها. مثلا لو جالك في الامتحان مثلا قال لك استخدم لي الجاكارت كوفيشنت واداك كلمتين، فانت اول حاجه بتعمل ايه؟ بتجيب التقاطع، بعد كده تقول اكس زائد واي ناقص اكس تقاطع واي. قال لك ان هي بتبقى واحد لو الاتنين نفس الحاجه، تبقى زيرو لو الاتنين ديس جوينت. وبقول لك بقى ان ايه، لو انت عندك الجي سي دي اكبر من 8 من 10 فهم تقول الكلمات ماتش وكلمات قريبه من بعض تمام. وعرفنا دي بالتفصيل. كلمه لورد لما انت تيجي تدخل كلمه لورد، فهو هنا في السؤال هو قال لك ايه؟ قال لك اعملها لي مثلا كل اتنين مع بعض، فانت تاخد ال او بعد كده او ار بعد كده ار دي، تروح بقى تدور على دول في الانفيرتد اندكس اللي عندك. فهو بيقول لك انا عاوز طلع لي الكلمات اللي هي فيها اتنين من تلاته، يعني مثلا فيها اتنين مشتركين من التلات حاجات دول. فانت لقيت لور ولقيت بوردر، فتعالى يلا امسك لورد وقارنها مع لور وقارنها مع بوردر، فلقيت دي 3 من 10 ولقيت دي 5 من 10، يبقى الاحسن طبعا لور تمام. وبعد كده اتكلمنا بقى على الجزء الثاني، احنا كده اتكلمنا على الايزوليتد وورد اللي هي الكلمات لوحدها. دلوقتي بقى عايزين نتكلم عن الجمله. فهو بيقول لك ان الجمله دي، فهو لو دخل مثلا اي فلو فورم فانت تقول له هل انت تقصد فروم تمام. وبعد كده قال لك برضو نفس الكلام، بيقول لك انت عاوز وين وان فيكسد، يعني انت تغير مره واحده وبتقترح الالترناتيف البدايل عليه تمام. ودوت نفس الكلام ده كده اظن. وبعد كده الانذر ابروتش تمام. تمام نبدأ بقى ايه، نخش في الجزء الأخير ده خلاص آخر حاجة، اللي هي الساوندكس. احنا كده اتكلمنا عن السبيل كوريكشن، اللي انت مثلا وانت بتدخل الكلمة يبقى فيه أخطاء. دلوقتي بقى عاوزين نتكلم عن الساوندكس، ان هو وانت مثلا بتنطق الكلمة، يعني مثلا انت مثلا قاعد بتكتب وحد بيمليك مثلا، هو مثلا نطق كلمة بشكل معين ونطق كلمة تانية بشكل معين، فحسب النطق بتاعه انت هتكتب. يعني مثلا هنا كلمة مثلا تشيبي شيب، وهنا تشيبي شيب، يعني هنا اخرها اي في اهي تمام، وهنا اخرها اي اف اف. فانت لما تيجي تنطق دي، واحد هيكتبها بالشكل ده وواحد هيكتبها بالشكل ده. او كلمة مثلا محمد، لو ان انت نطقت مثلا محمد هتعملها بالاو، طب ممكن حد تانية بيعملها ايه، بيعمل ام يو اتش تمام ويكمل ويكمل الكلمة عادي. في ناس تعملها ام اي دي في اخر الكلمة، وفي ناس تعملها ام اي دي بس تمام. فدي كل حاجة تخص الساوندكس، بيقول لك هي شغالة على الفونتك ايكوفالنس، يعني اللي هي الحاجات اللي انت بتسمعها تمام. فبيقول لك احنا هنشتغل على الالجوريزم، هو الجوريزم وسؤاله في الامتحان يعني سؤال بيبقى ان شاء الله مضمون يعني. بيقول لك تيبيكال الجوريزم، تشتغل على الالجوريزم اللي انت عاوز توصل الحروف عندك لاربعه. يبقى الالجوريزم بتاعي انا اهم حاجه عندي اوصل لاربع حروف تمام. فهو بيقول لك اول حاجه، وبعد كده بتبدا تعمل ايه، بتبني الساوندكس اندكس تمام، تبني الساوندكس اندكس ودي هنرجع لها دلوقتي. الالجوريزم بتاعنا بقى، بص الالجوريزم بتاعك اول حاجه بيقول لك اول حاجه سيب اول حرف زي ما هو، يبقى بتسيب اول حرف زي ما هو، ولو سمول تقريبا بتعمل له بتحوله للكابيتال يعني. تاني حاجه بتحول كل الحروف ديت لزيرو، دي يبقى دي اول قاعده. بص الالجوريزم دوت لو السؤال جه في الامتحان مش هتحفظ الكلام ده، هو هيجيب لك الالجوريزم ده هيجي لك زي ما هو وانت تبدا تطبق، فافهمه دلوقتي. اول حاجه يعني حاول تجمع بس الالجوريزم معايا. اول حاجه بتقول له ايه، ريتين فيرست ليتر، بتسيب اول حرف زي ما هو. تاني حاجه بتقول له حول لي كل الحروف دي لزيرو تمام. تالت حاجه بتقول له حول لي بقى الحروف دي للارقام دي تمام، يعني دول حولهم لواحد، دول حولهم لاتنين، دول حولهم لتلاته، وهكذا. رابع خطوة بيقول لك احذف الاوف، يعني مثلا لو انت عندك مثلا خمسة، او مثلا نقول مثلا ايه، لو انت عندك مثلا بيقول لك احذف لي البيرز اوف consecutive ديجيت، يعني مثلا لو عندك مثلا تلاتة وبعد كده تلاتة وبعد كده تلاتة وبعد كده تلاتة مثلا، فبيقول لك خد تلاتة واحدة بس، خد لي تلاتة واحدة بس واحذف لي دول
فانت بتحذف البيرز، او ممكن مثلا لو 3 3 تاخد 3 واحده بس. تمام. بيقول لك احذف لي كل الزيرو، اول ما يقابلك زيرو احذفه. بعد كده بيقول لك ايه، لو انت طلع مثلا اقل من 4، يعني مثلا طلع لك رقمين، فحط لي زيرو في الاخر، اعمل لي بايت. بص انا مش فاهم حاجه، تعالى بقى ايه نفهم الكلام ده. عاوزين نطبقها على كلمه هيرمان، اللي هي الكلمه دي. فتعالى ناخد الكلمه دي كده اهي. تمام. ونحطها هنا، ونبدا نطبق واحده واحده. نطبق بقى اول حاجه واحده واحده. اول حاجه اتفقنا بنعمل ايه؟ اول حاجه بيقول لك ريتين الفيرست ريتر، ماشي انا هسيبها زي ما هي، سبت الاتش زي ما هي. تمام. بعد كده بيقول لك لقيت الاي موجوده فين؟ اهي الاي اهي. بيقول لك حول لي الاي لزيرو، خلاص حول الاي لزيرو، حولتها. بعد كده الار بيقول لك الار فين؟ ادي الار اهي، بيقول لك حولها لي الرقم 6، حولها لي الرقم 6. بعد كده الام فين؟ الام اهي، بيقول لك حولها لي الرقم 5، حولتها ل5. بعد كده الاي فين؟ ادي الاي اهي، حولها لي لزيرو، حولتها لزيرو. بعد كده الان فين؟ الان اهي، حولها لي ل5. تمام. يبقى انا كده طبقت القاعده على الحاجات دي. هات لي بقى دول كده، او سيبهم زي ما هما كده، وتعالى نشوف بقيه احنا لسه ما خلصناش، هاتهم بس كده. تعالى لهنا. ماشي. ماشي. حطه هنا كده. نطبق بقى بقيه القاعده. يبقى احنا اول حاجه عملناها ايه؟ حولت الحروف دي للحاجات اللي هي القريبه. تعالى بقى اول حاجه، بيقول لك هل انت عندك حاجات قريبه؟ يعني مثلا انت عندك مثلا 5 5 فنقوم شايلين واحده؟ لا مفيش. بيقول لك احذف لي كل الزيرو، حاضر هحذف كل الزيرو اهو. يبقى انا انزل اتش زي ما هي، الزيرو يتحذف خلاص تبقى 6. خلاص ما انا حذفت الزيرو ده، خلاص ده اتحذف. بعد كده بقت 6. بعد كده بقت 5. الزيرو ده يتحذف، بعد كده هتبقى 5. يبقى انا كده طلعت اتش 6 5 5. تمام. هتيجي تقول لي دلوقتي طب ما اخر 5 5 زي بعض، اقول لك استنى بس، لان احنا قايلين ان هو لازم يبقى 4 كاركتر، فهو طلع 4 كاركتر خلاص. طالما طلع 4 كاركتر خلاص، يبقى اتش 6 5 5 اهي. اتش 6 5 5. طب لو جيت طبقتها برضه على دي اللي هي هيرمان دي، تعالى كده نطبقها. هحاول افتكر بس الالجوريزم من فوق. اول حاجه اتش بينزل زي ما هو، فانت نزله كابتن. تمام. اهي. تاني حاجه الاي، تقريبا الاي فوق كان بيقول لك حولها لزيرو، حولتها لزيرو. الار كان بيقول لك حولها لستة، 6. الام ماشي زيرو، بعد كده 6. الام كانت 5 ولا كام؟ الام بيقول لك حولها لخمسة، حولتها لخمسة. الاي حولها لي لزيرو. استنى بس استنى، ده بيقول لك ان فهنروح عاملين ايه؟ اهو كان قال لك ايه؟ قال لك ريموف اول بي، يبقى انا احذف النايه منه. حذفت النايه اهي. تمام. حذفت واحده. الان التانية استنى ما نشوف الان كان بيقول لك ايه، حولها لي لخمسة. فتيجي تحولها لخمسة، حولها لخمسة، فانا حولتها لخمسة اهو، حولتها لخمسة. بعد كده بيقول لك احذف لي الزيرو، احذف الزيرو. احذف الزيرو كده خلاص. تيجي تقول لي طب ما تحذف لي الخمسه دي، ما انت مش قايل لما يبقوا زي بعض. اقول لك لما يبقوا زي بعض في حاجه زي كده مثلا ان او اي، لكن انت خلاص انت طلعت الكود بتاعك ده اسمه كود. تمام. فده الكود بتاع كلمه هيرم. تمام. تعالى كده نطبق على كلمه اسامه. تمام. اول حاجه اول حاجه بيقول لك ايه، نزل لي اول حرف زي ما هو، ادي الاو ينزل زي ما هو. الاس، تعالى كده نفتكر الاس كانت ايه. الاس فين؟ ادي الاس، حولها لاتنين، حول لي الاس لاتنين. حولت الاس لاتنين. يبقى انا احول الاس لاتنين، انا شغال على كلمة اسامة. حولت الاس لاتنين. ماشي. بعد كده الاي تقريبا كانت زيرو، الاي بزيرو. ماشي الاي بزيرو. بعد كده الام والان بست، يبقى بست. تمام. بعد كده بيقول لك الاي، فانت عندك الاي برضو كانت بزيرو. الاي يبقى الاي بزيرو فعلا، الاي كانت بزيرو. فانت عندك ايه؟ انت عندك دي بزيرو، فانت تروح حذف الزيرو ده. حذفت الزيرو ده، وحذفت الزيرو ده. تمام. فانت بقالك، ولا الام كانت بكام؟ الام اسامه، لا ده الام بخمسه، الام بخمسه معذره. ام بخمسه. تمام. يبقى انا كده طلع لي او 25. والتانية برضو لو انت جربتها يطلع لك برضو او 25. استنى بس، ده هو قايل لك ايه؟ قايل لك انا لازم يبقى عندي 4، فكده انا باقي لي حرف. فقال لك هنا القاعدة رقم 6، لو بقى لك حرف اعمل لي بادنج وحط لي صفر. هتبقى او 25 0. هتبقى كده او 25 0. وبرضو لو قربت على محمد ومحمد هيبقى يطلع برضو نفس الكلام. تمام. ده كده كل حاجة تخص الساوندكس. تمام. ده كده بالنسبة للمحاضرة. يعني عارف ان انا طولت شويه، بس حاولت اوضح بس اغلب الحاجات. تعالوا بقى سريعا نحل اسئله الامتحانات، هي تقريبا اسئله فاينالات. تمام. هنحلها سريعا بس سريعا، عشان بس نشوف الاسئله بتيجي ازاي في الامتحان. اول حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك بيقول لك وات ساوندكس كود. انا استنى، انا نسيت اقول حاجه. بصوا احنا دلوقتي طلعنا ايه؟ دلوقتي انا طلعت الكود اللي هو ده. فدلوقتي انا في حاجه اسمها ساوندكس اندكس، اللي هي دي.
ساوندكس هي اتذكرت في المحاضره. ساوندكس اندكس دي مش احنا متفقين ان الاندكس اصلا بيبقى عندك حاجه اسمها ديكشنري وعندك حاجه اسمها البوستنج ليست؟ فانت الديكشنري ده بتحط فيه ايه؟ بتحط فيه الكود بتاعك. شفت الكود اللي احنا طلعناه بتاع اتش 6 ومش عارف ده، بتحطه في الديكشنري. تمام، يبقى الكود بتحطه في الديكشنري. في البوستنج ليست بقى بتحط كل الاسماء بتاعت الكود ده. يبقى تجيب كل الاسماء بتاعت الكود ده وتحطها في الديكشنري في البوستنج ليست. يبقى تاني، يبقى انت عندك حاجه اسمها ساوندكس اندكس، عشان لو سمعت الكلمه دي ساوندكس اندكس. في الديكشنري بتحط الكود، وفي البوستنج تجيب كل الكلمات المقابله للكود ده. تمام، دي كانت اللي ناقصه بس. تعال بقى نشوف الاسئله. بيقول لك ايه الساوندكس كود اللي جنريت من الكلمتين دول، من الين والين؟ تعالى بقى يلا نطبق القانون. شايف هو اصلا تقريبا هو في الامتحان، لو بصيت في الامتحان هتلاقي ان هو مديك القاعده دي. فتعالى يلا نطبق. اول حاجه الايه، انا هطبق على دي ودي. فانا اول حاجه اطبق على الكلمه دي، انزل ايه زي ما هي، نزلت الايه زي ما هي. استنى، ده انت عندك ال احذف لي ال منها، حذفت ال كانت بتتحول لاربعه، حول لي ال لاربعه، حولتها لاربعه. يبقى انا خلاص حولت دي. الايه بتتحول لايه؟ الايه بتتحول لزيرو، حولها لزيرو. الان بتتحول لايه؟ الان بتتحول لخمسة. بعد كده خلاص احنا طبقنا القاعده دي، القاعده اللي بتقول لك احذف لي كل الزيرو. يبقى انا احذف الزيرو، يبقى هيطلع لي ايه؟ 4 5. تقول لي استنى بقى، ده دول 3 حروف. اقول لك ما انت هتعمل بادنج، يبقى حط لي الزيرو في الاخر. يبقى الاجابه ايه؟ ايه 4 5 0 اهي. ايه 4 5 0. ولو طبقتها على الكلمه اللي هي الين دي برضه هيطلع نفس الكلام، ايه 4 5 0. تمام، ايه 4 5 0. اهو السؤال اللي انا بقول لكم عليه اهو. تمام، لان هو اتذكر المعلومه دي، اتذكرت في المحاضره. بيقول لك قول لي ايه التغييرات اللي انت ممكن تعملها على الالجوريزم عشان تطبق الويتد ايديت ديستانس. فانا اتفقت معاكم وقتها، ده الالجوريزم اهو. فاحنا البلس واحد دي هنشيلها، والبلس واحد دي هنشيلها، والواحد ده هنشيلها. فهو الحل يعني زميلنا تقريبا من السنه اللي فاتت هو اللي كان حل الحلول دي. فهو قال لك ايه؟ قال لك في اول حاجه، مش احنا كان عندنا 3 حاجات اهو؟ فقال لك في اول واحده بقول له ايه؟ بقول له اعمل بلس، بدل ما تعمل بلس للواحد اعمل لي بلس للكوست سبستيتيوز. الكوست سبستيتيوت، مش احنا دي بتاعت الريبليس؟ مش دي كانت بتاعت الريبليس؟ فانت كده هتعمل سبستيتيوت ما بين الاس واحد والاس 2. الكوست اللي هي الويت، كلمه ويت ممكن تقول ويت او ممكن تقول كوست، الاثنين واحد. ويت بتساوي كوست. فانا اول واحده قلت له اعمل بلس للكوست سبستيتيوت. طب التانية دي شغاله على الديليت، فانا اقول له اعمل بلس للكوست ديليت، يعني اللي هيكلفك لما تيجي تعمل ديليت. او ممكن تقول بدل كوست دي قول كلمه ويت عادي. تالت واحده بقول له الكوست انسرت. يعني المهم ان انت وضح اللي انت فاهم ان احنا ما ينفعش نحط الواحد. طب ليه ما ينفعش احط الواحد اهو؟ قال لك في الالجوريزم القديم اللي انت كل ما بتيجي تعمل عمليه بتتطلب واحد. يعني مثلا ريبليس بيطلب واحد، الانسيرت بيطلب واحد، كل واحد. قال لك المشكله قال لك المشكله احنا اتكلمنا عليها، انت مثلا عندك ام وان قريبين من بعض في الكيبورد، دول بعاد عن بعض. فقال لك الحل انت تعمل ايه؟ ويتد ايديت ديستانس، بدل ما تخلي واحد لا تعمل لها تكلفه خاصه اللي هي الكوست. فقال لك ايه؟ اول حاجه اللي هي الريبليس، فانت بدل ما تقول له بلس واحد او زيرو، لا قول له بلس كوست سبستيتيوت. تمام، فانت بيحسب لك الكوست ما بين ده وما بين ده. تمام، او تقول له مثلا بدل ما تقول له بلس واحد عند الديليت، لا قول له كوست ديليت. لما تيجي تعمل انسيرت قول له كوست انسيرت. تمام يعني. وبرده لو الاجابه مثلا فيها مثلا شك او حاجه فيا ريت تنبهوني. تمام، نشوف بقى عشان احنا طولنا جامد. اخر سؤال تقريبا ده اخر سؤال. اخر سؤال ممكن يجي لك برضو على الساوندكس. انا قلت لكم ان الساوندكس مش صعب، الساوندكس بسيط. تقريبا هو كان المثال اللي في المحاضره بيقول لك ايه هو الساوندكس، تعريف الساوندكس اندكس اللي احنا لسه قايلينه حالا. الساوندكس اندكس ده اللي هو انت بتماتش النيم بواسطه الساوند اهو. ادي الساوندكس اندكس. قال لك اهو، قال لك وين كويري كولز فور ساوندك ماتش، قال لك سيرش ساوندك اندكس. يعني انت بتعمل ايه؟ بتماتش الاسماء بالصوت بالساوند. هو قال لك اعمل لي بقى ايه؟ اعمل لي اللي هي محمد ومحمد اللي هما الكلمتين دول. فتعالى نطبق. شايف هو مديك الالجوريزم اهو، انت ما بتحفظش حاجه، ومديلك في السؤال اهو. تعالى يلا اول حاجه الام كابتل انا هطبقها تحتين. الام كابتل تنزل زي ما هي. الاي انت فين يا ايه؟ قال لك الاي اهي، الاي اهي حولها لي لزيرو، حولتها لزيرو. بعد كده الاتش فين؟ الاتش حولها لزيرو برضه، حولتها لزيرو. بعد كده الام فين؟ الام حولها لخمسة، حولتها لخمسة. بعد كده الاي حولها لزيرو. بعد كده الدي فين؟ الدي اهي حولها لتلاتة. تعالى بقى استنى، اول حاجه ده انت بتشيل اصلا الزيرو، شيل دول وشيل دول. هتبقى ايه؟ لا استنى، انت بتشيل الزيرو ماشي. شيلنا الزيرو هتبقى ام. بعد كده الاتنين زيرو جنب بعض هتاخد زيرو واحد تبقى ام 5. وهنا
المفروض في يعني بس ثواني بس. هو اول حاجه هو خلى الام دي تمام نزلها زي ما هي، بعد كده الاي خلاها بزيرو، بعد كده الاتش خلاها بزيرو، بعد كده الام نزل الام ماشي، بعد كده الاي خلاها بزيرو، والدي تمام ماشي. بعد كده هو حول الام لخمسة، وبعد كده الدي حولها لتلاتة، تمام. وبعد كده احنا قلنا لو كلمتين زي بعض يبقى خلي ده زيرو واحد. بعد كده انا المفروض بعمل ايه؟ بنحذف اي زيرو. ليه؟ لان القاعده كانت بتقول لك ايه؟ احذف لي اهو. كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك استنى القاعده كانت بتقول لك احذف لي اي زيرو عندك. فالمفروض انت تحذف الزيرو ده وتحذف الزيرو ده كمان. فالمفروض ان السؤال دوت يعني شكله كده متجاوب غلط. فالمفروض ان هتبقى ام خمسة تلاتة، وانا حذفت الزيرو ده ليه؟ لان القاعده اصلا بتقول لك ادي القاعده اهي. القاعده بتقول لك ايه؟ بتقول لك remove all zero، احذف لي كل الزيرو، كل الزيروهات اللي موجوده. هتبقى ام خمسة تلاتة، ومفروض في زيرو هنا على اليمين، تمام. فغالبا ده الحل الصح يعني. ولو مثلا الحل فيه تعديل او حاجه فنبهوني. تمام، ده كده كل حاجه تخص الشابتر 3. وكده الحمد لله شابتر 3 خلص. تمام. اتمنى يعني ان انا اكون وضحته. واحنا النهارده اتكلمنا عن السبيلنج كوركشن والساوندكس. حاولت اوضح كل حاجه، لو في مثلا حاجه ما وضحتش ف ده بسهو مني. ان شاء الله يكون واضح بالنسبه لكم. وهيبقى كده فاضل لنا حاجه واحده بس، شابتر 4. وان شاء الله هيبقى على بارتين ان شاء الله. وبالتوفيق ان شاء الله. وما تنسوناش من دعواتكم، يعني الواحد بيبذل مجهود وبحاول اعمل كل ما في وسعي ان انا احاول ابسط لك المعلومه. وحتى لو انت مثلا ما جمعتش مني، اللي انت تجمعه مني يعني حاول تجمعه مني. ولو سمعت الفيديو مره كمان هتجمع الدنيا، اوعدك يعني هتجمع الدنيا. وادينا بنشوف اسئله الامتحان. ده اسئله الامتحانات مباشره من الشرح خالص اهو. ولو في غلطه مني او حاجه فياريت تنبهوني وكده تمام يعني. بالتوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.